الفيلم بيبدأ بواحد اسمه ستيف جاك بلاك وهو بيحكي حكايته. زمان وهو صغير في الثمانينات كان نفسه يخش المناجم، بس ما كانش مسموح للأطفال يدخلوها. ولما كبر ساب شغلته اللي كانت مملة عشان أخيرا يستكشف المناجم دي. وهناك لقى كرة السيطرة، مع إن شكلها كان مكعب وبلورة الأرض. لما جمعهم مع بعض ستيف ده دخل عالم تاني خالص، عالم فوقاني كده، وبنى فيه بيت لنفسه من الحاجات اللي جمعها بإيده. وصاحب كمان ديب اسمه دينيس، والديب ده بقى صاحبه اللي ما بيسبهوش أبدا. في يوم من الأيام ستيف ده بالصدفة كده لقى عالم تاني اسمه نذر، وده عالم جوه العالم الفوقاني ده. وده كان موطن ناس قساء اسمهم بيجلنز، وكان بتحكمهم ساحرة شريرة اسمها ملغوشة، رايتشل هاوس. ملغوشة دي زمان كانت بتحلم تبقى فنانة، بس أبوها والبيجلنز دول كسروا حلمها فبقت شريرة. سرقت الكورة من ستيف وكانت ناوية تستخدمها عشان تولع ضلمة أبدية في العالم الفوقاني ده، عشان البيجلنز دول ما بيقدرش يدخلوا النور. ستيف ودينيس رجعوا الكورة تاني، وستيف أمر دينيس إنه يهرب بيها للعالم بتاعنا إحنا عشان يجعد الكورة والبلورة عن البيجلنز. في الزمن بتاعنا دلوقتي في واحد اسمه غاريت جاريسون جيسون مومو. ده كان بطل ألعاب فيديو زمان، دلوقتي عنده محل بيبيع حاجات بتفكر الناس بالذكريات القديمة، بس هو نفسه عايش في أيام مجده دي ومش عارف يخرج منها. والمحل بتاعه ممكن يطرد منه في أي لحظة. يروح مزاد بتاع مخازن عمه وصاحبه دارو جيمان كليمنت عشان يحاول يجيب جهاز أتاري كوزموس ممكن يسنده ماديا. غارد ده يتخض لما يكتشف إن العلبة ما فيهاش غير الكورة والبلورة، ينهار قدام الناس. واحدة ست شابة اسمها ناتالي إيما مايرز تنتقل لبلدة اسمها تشوجلاس في ولاية أيداهو مع أخوها المراهق هنري سيباستيان هانسن. بعد ما أمهم ماتت، ناتالي تبدأ تشتغل في مصنع شيبسي هناك، وهي اللي ماسكة السوشيال ميديا بتاعت الشركة. أما هنري يروح مدرسة جديدة بعد ما يقابل نائمة المديرة مارلين جينيفر كوليدج. هنري يقوي أول حصة ليه ويحاول يعرض نموذج لشنطة طيران عملها بنفسه. اتنين من الولاد المتنمرين يقطعوا سلك، وده يخلي الشنطة تطير فجأة وتخبط في تشوجي التميمة بتاعت البلدة. هنري ده يتخض ويتصل بغاريت. كانوا اتقابلوا قبل كده في نفس اليوم لما هنري دخل محله. غاريت عمل نفسه عمه مقابل $26 ورجعوا المحل. هناك لقوا الكورة والبلورة، وكمان رسالة من ستيف بيقول فيها ما تستخدموش الكورة دي عشان الفلوس، في خطر كبير جاي. هنري حط الكورة جوه البلورة فبدأت تشده هو وغاريت ناحية المناجم. في الوقت ده ناتالي اتصلت بواحدة اسمها دانييل بروكس، دي وكيلة عقارات بعت لهم البيت، وكمان عندها جنينة حيوانات أليفة متنقلة. الاتنين دول لقوا هنري وغاريت في المناجم، ودينيس كان بيراقبهم من بره. بوابة العالم الفوقانية اتفتحت وكلهم اتسحبوا لجوه. ملهوشة والخنازير عرفوا ان الكورة رجعت تاني، وده ادى فرصة لستيف انه يهرب من قبضتهم ويخرج من العالم التحتاني. الأربعة دول اتفاجئوا بشكل العالم الفوقاني قبل ما الليل يليل بسرعة. هاجمتهم هياكل عظمية شريرة وزومبي. هنري اكتشف ازاي يبني في العالم الفوقاني ده وبنى حصن ليه وللتانيين عشان يوصلوا لأرض أعلى. ستيف وصل وساعد في قتال الوحوش، بس في وسط اللخبطة دي جاريت كسر بلورة الأرض بالغلط وسابهم من غير أي طريقة يرجعوا بيها بيتهم. الصبح طلع وبقية الوحوش اتحرقت في الشمس. قال للأربعة إنهم ممكن يبدلوا بلورة الأرض دي، بس لازم يدوروا على قصر الغابة عشان يعملوا كده، والرحلة هناك هتبقى مليانة مخاطر. ستيف يرشد الأربعة في رحلتهم ويعرض عليهم الحاجات الحلوة اللي في العالم الفوقاني ده، يوريهم القرية والناس اللي عايشين فيها وإزاي سهل إن هم يبنوا أي حاجة هناك. بعدين يوصل الخنازير، وكان بيقودهم واحد اسمه الجنرال تشونجوس جاريد هيس، وده يخلي المجموعة تتخانق معاهم. ستيف وجاريت وهنري ينفصلوا عن ناتالي وداون. الرجالة يعرفوا يهربوا من الخنازير، أما ناتالي وداون بيصاحبوا بعض وهم بيتخانقوا مع الأشرار، وفي الآخر يلاقوا دينيس ياخدهم لستيف. تشونجوس ترجع لملهوشة وتتعدم، فتبعت المخلوق بتاعها الخنزير الكبير عشان يدور على الأبطال. ستيف وجاريت وهنري وصلوا كاف، وهناك جاريت حاول يقنع ستيف إنه يرشدوا الأماكن فيها ثروات في العالم الفوقاني ده. ستيف وداه مناجم فيها ألماس، بس هنري اتخض من طمع جاريت ده. الخنزير الكبير لقاهم وهاجمهم. الرجاله هربوا في عربيه منجم واستخدموا الكريبرز المخلوقات الخضراء اللي بتمشي عشان يخبطوهم لغايه ما ينفجروا. التلاتة هربوا في اللحظه اللي الخنزير الكبير ده انفجر فيها. وهم ماشيين ملغوشة ورجالتها يلاقوا الأبطال، بترجع الكورة بتاعتها في الوقت اللي فرقة تانية من البيجلانز تهجم على الأبطال. ستيف وهنري يطلعوا على منطاد هوا سخن، أما جاريت يفضل عشان يحارب فرقة البيجلانز دي، ويدوا إنه مات لما فجروا الحمولة بتاعتهم اللي كانت متفجرات TNT على الكوبري. القنبلة بتاعت ستيف وهنري تنفجر ويقعوا. ستيف وهنري يفوقوا ويلاقوا إن دون وناتالي ودينيس أنقذوهم، يحزنوا على تضحية غاريت قبل ما يستعدوا عشان يحاربوا ملغوشة. الساحرة دي استخدمت الكرة السحرية عشان توقع ضلمة على العالم الفوقاني،
وده سمح للوحوش إنها تهجم براحتها. الأبطال يقودوا جيش من الغول الحديدي عشان يحاربوا ملغوشة والخنازير. هنري يحاول يطلع فوق البرج بتاعها عشان ياخد الكرة تاني، بس ملغوشة تضرب نار على البرج وتوقع هنري على الأرض. غارت ينقذه، وده كان لسه عايش وجاي راكب منطاد الهواء السخن. مع بعض الأبطال يدمروا البرج ويسترجعوا الكرة. كل المخلوقات تبدأ تسيح وتدبل. ملغوشة تعمل محاولتين أخيرتين يائستين عشان تهجم على ستيف فجأة، لغاية ما تموت في الآخر. بوابة العالم بتاعنا تتفتح تاني. الأبطال يودعوا بعض، بس ستيف عايز يفضل هناك عشان حاسس إن العالم بتاعنا ما بيقدمش ليه حاجة. ناتالي تعترض وتقول له إنه ممكن يكون عنده حاجة يقدمها للعالم بتاعنا، وفي الآخر ستيف يجري وراهم. في الحكي اللي في الآخر ستيف بيتكلم عن حال الأبطال دلوقتي. بمساعدة ستيف، جاريت عرف ينقذ المحل بتاعه وعمل لعبة أركين جديدة، واللعبة دي عجبت قوي أطفال المدينة. داون تستخدم دينيس وحيوانات تانية من العالم الفوقاني عشان تكبر مشروع جنينة الحيوانات الأليفة بتاعتها. ناتالي بدأت كورس دفاع عن الناس الأطفال مستوحى من طريقتها في القتال في العالم الفوقاني. هنري صلح شنطة الطيران بتاعته وبقى دلوقتي مشهور أكتر بين زمايله. وبعدين ستيف والأبطال التانيين عملوا حفلة في محل غارت.